مساء الخير. IPS Admission Scholarship. How can I help you? حضرتك ممكن تكلميني لغة أهل طنطا؟ ألو. ألو. أيوة أنا من طنطا. أيوة كلميني طنطاوي يا لو فندم، سمحتي. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. Admission Office IPS. How can I help you? هو أنت حضرتك من طنطا المحطة ولا من طنطا شرق البحر؟ حضرتك بقول لك أيوة يا كلميني فندم، كلميني يا فندم، كلميني طنطاوي. إيه؟ حاضر يا فندم، مع حضرتك أقدر أساعد حضرتك إزاي؟ حضرتك أنا ربنا يخلي لك أولادك ويبارك لك فيهم كده يا رب، ويكبروا قدام نور عينيكي كده ويطلعوا حاجات كبيرة. حضرتك أنا ابني عايزة أقدم له شكرا يا فندم. عايزه اقدم له يا فندم محنه دراسيه. عايز ابني يبقى يعني تقدم له إيه يا فندم؟ اقدم له محنه دراسيه يا فندم. حضرتك قصدك scholarship يا فندم؟ لا حضرتك، لا مش عايزه اقدم له على كولر يا فندم، عندنا كولر ابويا لما كان في الاردن جابه وهو جاي. انا عايز محنه. يا فندم أنا ما قلتش سكول يا فندم، حضرتك عايز تقدم لابن حضرتك على scholarship، مظبوط كده؟ ماشي. ماشي يا فندم، ممكن أعرف التخصص؟ تخصص مين بقى؟ اللي هيقدم يا فندم ابن حضرتك، مظبوط كده اللي هيقدم ولا حضرتك ولا ايه؟ هو يا فندم طيب. تخصص لبوسنجي. اها. تخصص ايه يا فندم؟ لبوسنجي يا فندم، يعني دارس تشريح لبوسي لراس سن الدبوس. انا مش فاهمه التخصص يا فندم. حضرتك تخصص لبوس سخونيه يا فندم. حضرتك ايه اخر شهاده اخدها ابن حضرتك؟ اخد شهاده تعليم. حضرتك كان جايب 3 كحكات. ماشي. يا فندم ابن حضرتك تخصصه الجامعي ايه، ولا هو خلص ثانويه عامه وعايز بس يقدم على تخصص جامعي؟ لا حضرتك هيبقى جامعه ان شاء الله، يعني حضرتك هو تمام. تمام، انا هبعت لحضرتك ريجستريشن فورم على الايميل ادريس اللي حضرتك هتبعته لي دلوقتي. مين اللي درس؟ لا احنا درسنا يا فندم الحمد لله، مش عايزين حد يجي. يا فندم لا، حضرتك هبعت لحضرتك ريجستريشن فورم ابن حضرتك يملاها يا فندم. حضرتك يعني يملاها كلها ولا شويه صغيرين؟ ريجستريشن فورم يا فندم، يملى البيانات كلها. يعني ما عشان لو هيملاها كلها يا فندم يبقى خليه يشرب بقى عصير قصب وشويبس. يا ام محو شربيه ميه كتير. يا فندم. ايوه يا فندم الجو حر يا فندم، احنا مش متحملين يا فندم، بعد اذن حضرتك ركز معايا. حضرتك مش انت بتقولي لي هتبعتي له البتاع هبعتها كلها يا فندم؟ يا فندم هبعت له ريجستريشن فورم يا فندم، ريجستريشن فورم بيانات يملاها. ماشي تحليل ده ولا ايه؟ تحليل مش ده تحليل بول يا فندم ريجستريشن فورم يا فندم، بيانات تعبئة بيانات. أيوة حلو كده. ايوه قولي لي تعبئة بيانات يا فندم. ايوه كده اتكلمي يا فندم. يا فندم عايز حد بيتكلم انجليزي لو سمحتي. تمام، بعد اذن حضرتك هتبعت لنا معاها enrollment certificate ابعت لكم ايه؟ transcript enrollment certificate وجي بي اي transcript. تمام كده. لا انا لسه ما ركبتلوش GPS. هو ما بيتوه، هو عارف الطريق ما بيتوهش. يا فندم ابن حضرتك هتركب له. لازم اركب له GPS يا فندم لو طالع بره. يا فندم ركز معايا بعد اذن حضرتك، انا هبعت لحضرتك ايميل. تمام. حلو. ايميل فيه كل الريكويرمنتس اللي احنا محتاجينها، وبعد كده يبقى في 3 انترفيوز academic stuff. في 3 ايه يا فندم؟ معلش عشان صوت حضرتك بيقطع. 3 انترفيوز يا فندم. يا فندم انت يا فندم ده انا مركب فيوز واحد وبيخففوا احمال عليا، اما اركب له 3 فيوز يقطع عليا الكهرباء 10 ساعات. ده بيقطع ساعتين في اليوم عندنا في دمار. منهم لله، مش رحمنا لا في عيد ولا في غير. اركب لابني 3 فيوز ليه يا فندم؟ ليه؟
يا فندم يا فندم انا ما قلتش فيوز يا فندم، في انت قلت 3 لي يا انترفيوز فندم، ايوه اهو انت ثلاثة انتريه، ايوه معلش انا فاكر. لا احنا عندنا يا حرف فندم الانتريه ركنه. انا قلت لهم مش عايزه اشتغل السوق لان يا فندم يا فندم بعد اذن حضرتك نعم. انت ليه ايه؟ بعد اذن حضرتك المكالمه دي مسجله، اه يا ريت نلتزم باللوائح لغاية ضبط والقوانين. جودة. اه تمام اه يا فندم يا فندم بعد اذن حضرتك يا فندم، في 3 انترفيوز هيعملهم، يعني 3 مقابلات كده زي ما انا بكلم حضرتك دلوقتي. ماشي، قولي الاكاديميك لي يا ستاف فندم عندنا هو 3 مقابلات معايا هتروحي النار يعني؟ قولي لي 3 مقابلات يا فندم. مع حقك عليا انا غلطان. لا اله الا هيعملوا الله. معاه ماشي ماشي. 3 مكالمات اه صوت وصوره، تمام. المفروض هو لما يعدي صوته ايه؟ ال3 انترفيوز دول صوت وصورة. صوت وصوره. طب يا فندم هو ايوه يا دلوقتي فندم. دلوقتي هو في البانيو، اديهولكوا تكلموه عادي كده. يا فندم انا مالي يا فندم، يا فندم يا فندم بعد اذن حضرتك مش بعد اذن حضرتك بتقولي حضرتك لي خليه يكلمنا صوت وصورة؟ يا فندم مش انا اللي هيكلمني، هيكلم الاكاديميك ستاف بتوعنا، هيعملوا معايا 3 مقابلات تمام صوت وصوره. اه وبعد ما ينجح في ال3 مقابلات دول نحتاج منه language certificate IELTS او TOEFL. حلو كده. اللطس ازاي يعني يا فندم؟ يا فندم انا مش فاهم. يا فندم IELTS شهاده تثبت ان هو بيجيد التحدث باللغه الانجليزيه. الشهاده دي يا اما شهاده ايلوت ده يعني IELTS. شهادة صح؟ IELTS يا فندم IELTS ايلوتس يا فندم جمع او ايلوت TOEFL. واحد بس، يعني جمع ايلوتس. ماشي يا فندم انا هكتبها لك، انا هكتبها لحضرتك في الايميل. تمام ماشي. تمام كده معايا حضرتك. ايوه معاك وبعد يا كده فندم. احنا هنختار له، بعد ايه؟ كده احنا هنختار له السكولرشيب المناسبه ليه في اه الدوله المناسبه اه والجامعه المناسبه. تمام وهو يكتب لنا تفضيلات الدول اللي هو يرشحها اكتر حاجه، ولو عنده preferences معينه لجامعات معينه عنده بورفيان، يكون برضو عنده بورفيان سكرتير يا فندم. ده انا لسه عامل له تركيبه دلوقتي سكليبشر و2 ان 2. ده ممتاز ممتاز. عنده preferences already صح؟ اي بقول لك لسه عامل له تركيبه دلوقتي، يعني 3 مللي ونص سكليبشر على 2 ان 2 خلطهم في بعض كده وعامل له بورفيان حلو. فما تقلقيش يا فندم من حاجه، ريحه ابني حلوه. فاهم ازاي؟ هتفهم ازاي مش عارف. يا فندم بعد اذن حضرتك يا فندم، اه حضرتك عارف انت متصل فين؟ ايوه يا فندم، في بتوع اللي بيطلعوا الناس بره. حلو يا فندم. منح دراسيه، حضرتك عايز منحه دراسيه لابن حضرتك. مظبوط. انا هبعت لحضرتك ايميل في كل التفاصيل، في registration form، تبعت لي enrollment certificate، تبعت لي GPA transcript، تبعت لي language certificate IELTS او TOEFL. ولو هو match requirements بتاعتنا هندخله في الانترفيو، يبقى في 3 انترفيوز مع الاكاديميك ستاف بتاعنا. ولو ان شاء الله عدى منهم احنا هنرشح له السكولرشيب المناسبه والجامعه المناسبه ان شاء الله. بس انا محتاجه اعرف من حضرتك هو graduate ولا under graduate لان مش واضح بالنسبه لي. لا حضرتك، لا انا جايب له بوكسرات، مش عايز اندرات، يعني انا عايز الخدمه غير الاندر. فحضرتك انا جايب له. مفيش اعمل ايه طيب. حضرتك ماشي. طب باذن الله حضرتك كده لما يكبر باذن الله بقى كده ايه يجي على طول عليكم. يكبر ازاي مش فاهم. ما عنده 2 يا فندم دلوقتي. نعم يا فندم. هو عنده 2 تمام. انا بقى بقدم له دلوقتي عشان لما يكبر اامن له مستقبله، مش يمكن اموت. يا رب يا رب. يا فندم في ايه؟ ما هو النهارده ما اقدم له النهارده وادفع له مثلا 20 جنيه احسن ما اقدم له بعدين ادفع له 200. حضرتك ممكن تكتبي اسمه؟ حضرتك عايز تفهمني انك متصل تقولي الكلام ده كله لابن حضرتك اللي عنده 2 سنين؟ ايوه بامن له مستقبله. هو الاب عايز ايه غير ان ابنه يبقى حاجه حلوه؟ يا فندم حضرتك بتهزر. احنا ادميشن اوفيس سكولرشيبس. شيبس ايه يا فندم؟ لا ده لسه صغير. لا انا لا بناكله بنرضعه. يا فندم سكولرشيب يا فندم سكولرشيب. حضرتك متصل علشان يا فندم تقدم على انا عايز سكولرشيب. امن مستقبل ابني تمام. هدفع لك دلوقتي وسجلي اسمه. حضرتك المينيمم عندنا